الطلبة عملوا خطة للغش باستخدام مصفوفة الباجوة. قعدوا الاتنين المتفوقين في النص والباقي من الطلبة الضعاف قعدوا حواليهم على شكل دايرة. ولما المراقب دخل اللجنة لاحظ ان الطلبة غيروا أماكنهم، بس مركزش قوي وما أخدش باله. وبعد ما وزع ورق الامتحان الطلبة بصوا لبعض بسرعة. أول ما الاتنين المتفوقين يحلوا إجابة كل اللي حواليهم يفضلوا مراقبين المراقب، وبمجرد ما المراقب يتشتت يبدلوا الورق بينهم بسرعات خرافية حسب ترتيب الباجو كأنها شرارة برق. وبعد شوية المراقب نام تاني، فالطلبة استغلوا الفرصة وبدلوا الورق مرة كمان. المرة دي المراقب سمع صوت ورق بيتهز، لبس نظارته بسرعة وبص حوالين اللجنة، لكن لقى الكل عامل نفسه مركز في الامتحان. عمل نفسه بينحني وبعدين فجأة رفع راسه وبص على كل الطلبة مرة واحدة. الجو شد كده وبقى محرج، ومن وقتها المراقب قرر يفضل صاحي وواقف يراقب الامتحان على طول. ردا على كده الاتنين المتفوقين ادوا إشارة لاصحابهم وقالوا لطلبة آخر اللجنة يعملوا نفسهم بيبصوا في ورق بعض عشان يشدوا المراقب وراه. ولما المراقب لفه طلبة قدام بدلوا ورقهم بسرعة، وبمجرد ما المراقب رجع لقدام طلبة ورا كانوا هم كمان خلصوا التبديل. وبالشكل ده غشوا طول الامتحان من غير ما حد فيهم يتقفش، وخلصوا الامتحان بمنتهى السلاسة. بعد فترة النتائج ظهرت، المراقب دخل الفصل بوش متقلب وخبط بالورق على الترابيزة بقوة. الطلبة اتوتروا وفكروا ان فضيحتهم اتكشفت خلاص، لكن بعدها بلحظة المراقب اعلن بفرحة ان كل الفصل جاب درجات ممتازة. الفصل اتقلب فرح وتشجيع. لكن بعد الحصة واحدة من الطالبات راحت للمراقب في المكتب من ورا الكل وقالت له ان الفصل كله غش باستخدام تشكيل البجوة. هي بلغت لانها ما عرفتش تنقل اجابات ولا تستفيد حاجة. اول ما المراقب عرف الحقيقة ولع غضب، وساعتها الطلبة استنوا مشكلة كبيرة جاية لهم.